اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل والورد والياسمين على أحلى وأغلى متابعين، ربنا يديمكم في حياتي يا رب. النهارده بقى رايحين فين؟ رايحين شاطئ المنظرة من الساعة 7 الصبح. طبعا انتوا عارفين السهر وما نمناش من امبارح. الأجواء جميلة جدا وإن شاء الله يومنا يعجبكم بإذن الله. خدنا عربية خاصة كده من عند البيت للشاطئ. طبعا المسافة مش بعيدة قوي، ما كملناش ربع ساعة، يعني المكان مش بعيد. بصوا بقى كده طريق البحر كله. احنا اول مرة بقى ننزل شاطئ المنظرة وان شاء الله هيعجبكم بإذن الله. حبيت بقى اوريكم كده وتشاركوا معانا الاجواء الجميلة وتقولوا لنا رأيكم ايه في اسكندرية واجواء اسكندرية كده، شوارعها وبحرها وهواها. ان شاء الله فيديو النهارده يعجبكم. ما تنسوش بس قبل ما نبدا الفيديو تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، وتحطوا اللايك، اهم حاجه اللايك عشان بيساعد على انتشار الفيديو. كملوا بقى معايا الفيديو للنهايه كده وشوفوا اجواء اسكندريه وجمالها. احنا دخلنا هنا بوابه من بوابات الشاطئ المنظره، بتبقى بوابات كده على طول الشاطئ، وكل بوابه بتبقى لها اسم طبعا، علشان خاطر ان خرجتي رحتي اشتريتي طلب وجيتي تعرفي انتي داخله انهي بوابه عشان ما تتوهيش. عيالي طبعا بالنسبه ليهم اول مره ييجوا مصيف من يوم ما اتولدوا، يعني من 12 سنه. بصوا بقى كان لازم اوثق اللحظه دي. بصوا نظرتهم للميه ازاي. انا ذات نفسي بقالي كتير ما نزلتش اسكندريه، من عمرهم فعلا ما زرتش اسكندريه ولا حضرت اي حاجه في اسكندريه خالص. بس قدام ايوه عليكم. طب اصبروا نقعد والله. ايوه عليكم. بصراحه ساعه ما الواحد شاف منظر الميه كده والهوا بقى وايه. بصي يا ياسين هنا اهو كده اهو، ما تروحش بعيد ماشي. والشاطئ بصراحه نضيف وجميل، يعني تكلفه الدخول ما كانتش غاليه قوي، تقريبا كان النفر ب25 جنيه، وبيحط لك الكراسي والشماسي اللي انت عايزاه. كان حاطط لنا شمسيتين وترابيزتين والكراسي بقى بالعدد اللي احنا عايزينه. يلا يا بابا مش هنزل انا كده. وعليا طب خد هيضايقك وترجع لي تاني. ماشي انا عايز اضايق. ياسين معترض ان هو ينزل بالطقم كده، عايز يلبس البرونو. قلت له خلاص البسها انت حر، هتيجي وهتضايقك وهتقلح. انزل خدنا بقى معانا بقى عملنا الشاي، ترمس الشاي، وخدنا الحاجه الساقعه، وخدنا فاكهه، وخدنا الفطار بتاعنا بقى شويه جبن وشيبسي يعني ما خدناش يعني حاجات كتيره قوي، لان هم اصلا كده كده ملتين في اللعب. عايزه اقول لكم اتحايلنا عليهم محايل عشان ياكلوا، لا يمكن. هم مقضيينها كده مش عايزين يطلعوا من الميه خالص لغايه ما نفسهم اتقطع، مقضيينها طول النهار كده لغايه ما باشوا. خد يا ياسين اقول لك، يعني عند شايف الواد ابو بامبا ده، خشوا اقفوا عنده. اليوم النهارده كان زحمه علشان خاطر النهارده كان يوم جمعه. يوم الجمعه ده بيبقى اكتريتها بتبقى اجازات حتى من داخل البلد طبعا، والشواطئ بتبقى زحمه الجمعه والحد، تبقى الايام دي بالذات خلال الاسبوع بتبقى زحمه، لانها بتنزل كمان يعني افواج اللي يعني اليوم واحد وبيرجعوا تاني، فبينزلوا في الايام دي، يعني يوم الجمعه دوت او يوم الحد، عشان كده الشواطئ بتبقى زحمه فيها. بص بقى معاهم باسم ابن خالتهم كمان خايف اصلا ينزل الميه، هما نفس النظام اهو بيتجرأوا واحده واحده. مضينا لعبه على الرمله، انا سبتهم براحتهم لغايه ما يتجرأوا كده ويخشوا جوه شويه. بص يا ياسين خد اقول لك بص اقف هنا، تعالى اقفوا هنا، بص واجري وقوم ناطط عند الواد ابو عوامه صفرا ده، يلا اجروا وقوموا ناطين. بس ايه رايكم بقى في شاطئ اسكندريه وميه اسكندريه اهو؟ لما بس بينزل انا بدي رايح يغرق على الشط. هاتوا
بصوا لون المية يجنن بصراحة. المية كانت نظيفة الحمد لله كده ولونها جميل. من واحدة من الناس والله العظيم كنت قاعدة قدام المنظر ده بس كده كفاية، مع الهوا والبحر وكده حاجة كده تريح الأعصاب. بصوا هما ابتدوا يتجرأوا شوية ويخشوا جوه اهو، بس بصوا الموجة لما بتيجي خلاص شبه انها تغطيهم، مع انهم مش بعيد، هما برضه على الشط، بس هي الموجة كانت عالية. الموجة بتعلى فوق. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا ما تنسوش تحطوا لي اللايك وتسيبوا لي تعليق حلو، عشان تعليقاتكم بصراحة بتشجعني. واللي اول مرة يشوف قناتي يشترك فيها ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد بإذن الله. الخروجه دي والله لولا ماما، يعني ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب ويشفيها ويعافيها، ربنا يبارك في عمرها، هي كانت السبب في الخروجه دي بصراحه. ربنا يخليها لنا يا رب ويديها الصحه والعافيه. طول بقى ما انت قاعده على الشاطئ كده بتلاقي كل حاجه معديه من قدامك كده، يعني مروده للسياحه، يعني اكسسوار، ملابس، تيشرتات، كل حاجه بصراحه ربنا تلاقيها بتتباع وانت قاعده. بصراحه الشاطئ كان جميل واحنا اتبسطنا فيه بصراحه. بصي ياسين بقى، طب بص الحركة دي، طب بص النطة دي وفي الآخر قاعد على الرملة. ده كان أول يوم ليهم، عايز أقول لكم والله العظيم بمعنى الكلمة باشوا ما كانوش عايزين يطلعوا من المية خالص، مع ان المفروض المية بتجوع وياكلوا كده، كانوا برضو لا مش عايزين ناكل، ما دوروش على الأكل غير واحنا مروحين. خلاص بقى لبسوا وعرفوا خلاص مفيش مية تاني، طب هاتي بقى ناكل. بصوا بقى كل المباني اللي على البحر دي كلها بتبقى ايجار مصايف طول فترة الصيف، كل ده كده ايجار للمصايف، يعني اللي على واجهة البحر على طول
بتبدأ اليوم ب400 وانت طالعة. اما في الشارع من جوه كده يعني بعيد عن البحر، شو يعني مش بعيدة، كام عمارة بس كده لجوه، بيبدأ من 300 350، وكل حاجة حسب امكانياتها وحسب المساحة، لان تبقى شقق في طبعا كلها مفروشة بس حسب الامكانيات بتاعتها. الواحد برضو يعني بياخد فكرة وبيعرف الاسعار، بحيث بعد كده يبقى برضو يبقى عامل حسابه. بس سيبكوا انتوا، والله الواحد لو هيروح ويقضي يوم واحد بس كده بالمنظر ده كده ويقعد قدام البحر كده، ياه لوحدها كفايه، تنسي همومك وتروحي. بص انا ماسكاه ازاي بصورهم هم. اكيد النفسيه بتبقى محتاجه برضو ان تفصلي يوم، يعني محتاجه يوم زي ده كده تروحي تروقي اعصابك فيه، وخصوصا بقى بعد غروب الشمس. هنا بقى كان الجو ابتدى بقى طبعا يأخر شويه كده، كده كان اخر النهار، الشمس ابتدت تغرب بقى، بس احنا يعني بصراحه ما قعدناش لما الوقت اتأخر قوي، اضطرينا ان احنا نمشي، ما كانش ينفع ان احنا نقعد لبالليل، مع ان الشاطئ طبعا مفتوح وعادي تقدري تقعدي وكده، بس ما كانش ينفع. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، ما تنسوش تحطوا لي اللايك وتعليق حلو من تعليقاتكم، ودعوه حلوه لماما، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب ويطول في عمرها ويخليها لنا. بصوا عيالي اسودوا ازاي من يوم واحد عشان نقعوا نفسهم، بصراحة ربنا من الصبح طلعوا بالعافية. احنا هنا بقى كنا مروحين، ان شاء الله الفيديو الجاي يعجبكم يبقى احلى من ده كمان، استنوني الفيديو الجاي بإذن الله على خير. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، ما تنسوش تحطوا لي اللايك ويكتبوا لي كومنت حلو، واستنوني في الفيديوهات الجاية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.